السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. زي ما عودناكم ان احنا بنجيب لكم كل جديد. النهاردة هناخدكم في جولة جديدة على القطار الاسباني الفاخر تالجو، اللي هو بجد حاجة مشرفة نشوفها بتنضم لأسطول سكك حديد مصر. زي ما احنا شايفين من القطار من الخارج، ويبان قدامنا عربات الدرجة التانية. بصراحة حاجة مشرفة جدا. شكله جميل، تصميمه رائع. علم مصر بيزينه من الخارج. حاجة في منتهى الجمال بصراحة ان احنا نشوفها في مصر، ويا ريت نحافظ عليه. بيظهر دلوقتي قدامنا عربة من عربات الدرجة الأولى. بصراحة حاجة ممتازة. بصراحة التصميم بالكرسي رائع جدا ومريح، يعني حاجة ممتازة. وفي رفوف فوق لو معاك شنطة بحيث تحطها فوق، لكن مفيش مخزن شنط زي القطورة القديمة عندنا. المهم، تصميم الكرسي زي ما احنا شايفين جلد محترم جدا، مريح. عندك برضو كل وسائل الراحة، في مكان للشاحن. مش مكان يو اس بي بس، لا، مكان عندك فيشتين كهرباء. لو انت معاك لابتوب عايز توصله مفيش مشكلة، عندك شاحن برضو توصله برضو مفيش مشكلة. عندك راديو، لو معاك سماعة حابب تسمع الاف ام والكلام ده موجود. زي ما احنا شايفين قدامنا الفيشتين هم موجودين. حاجة في منتهى الروعة بصراحة. في باسكت للزبالة. قدامنا شاشة وسطية في كل مخدع. في عربات الدرجة الأولى فيها شاشة وسطية في كل مخدع. فيها المفروض ان هي فيها ميوزك وفيديو، بس لسه تقريبا ما تحطش حاجة، بما ان لسه احنا في اول الرحلات، فلسه ما تحطش فيها حاجات كتير يعني. بس الفيديوهات اللي موجودة بتعرفنا ببداية السكة الحديد في مصر. فيديوهات كده تعريفية. الإنجازات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت في السكة الحديد، والقطورة اللي جت للسكة الحديد عشان تطويرها. بصراحة حاجة ممتازة. الواحد فرحان ان هو بيشوف حاجة زي كده في مصر. يا ريت نحافظ عليه وما نهملهوش، ويبقى على طول نضيف ومتطور دايما. عندنا شاشة برضو هنا في وسط العربية، بيظهر فيها التاريخ، درجة الحرارة، سرعة القطر، وانت موجود في عربة كام، ومكان القطر على الجي بي اس. يعني قدامنا خريطة بتظهر مكان القطر. دي برضو الفيديوهات ما زالت برضو شغالة، بتتكلم عن التطوير اللي حصل في الفترة اللي فاتت في السكة الحديد. برضو في كل عربية موجود عامل نظافة. الأمن موجود على طول القطار. العربات كلها مراقبة بالكاميرات لضبط أي مخالفة، أي حاجة تحصل جوه القطر. في غرفة واحد قاعد على الكاميرات بيتابع كل العربات. بصراحة حاجة محترمة جدا وجميلة. هسيبكم في جولة وهرجع لكم تاني عشان نكمل بقية التعليقات على القطار.
ورجعنا لكم تاني، وهنوريكم الحمام بتاع التلجو. طبعا كل عربة فيها حمام، بالإضافة إن في حمام لذوي الهمم، ده أكبر شوية، هنبقى برضو نوريه لكم قدام شوية في الفيديو. هنا في زراير، كل زرار مكتوب عليه بيعمل ايه. عندنا برضو مكان سلة مهملات، مناديل، الحنفية بتاعة الحوض هنا بتشتغل باللمس، في كفرات لقعدة الحمام. بصراحة لا، في اهتمام واضح يعني في الحمام، وفي عامل نظافة بينظف الحمام مع كل استخدام. حاجة بصراحة في منتهى الجمال، وحاجة آدمية كنا مفتقدينها في قطارات السكة الحديد بصراحة. برضه هسيبكم تكملوا الفيديو وهرجع لكم تاني. عندنا بقى هنا أرضيات العربيات من الموكيت. الأبواب بقى اللي ما بين العربية والتانية دي بتتفتح دلوقتي اوتوماتيك، مجرد ما بتعدي بتفتح، يعني سنسور، مجرد ما بتعدي الباب بيتفتح ويتقفل لوحده. مش زي زمان لما كنت بتفتح الباب وتقعد تشد والكلام ده، لا خلاص الموضوع ده انتهى. فبقت يعني كل سبل الراحة موجودة في القطر ده بصراحة. هسيبكم برضو في جولة وارجع لكم تاني. وهنا جمال الأراضي الزراعية والخضرة، يعني برضو شيء مبهج كده انت وماشي بتتفرج عليه. برضو هسيبكم تتفرجوا على بقية القطر. احنا خلاص قربنا نوصل على القاهرة. مصور لكم برضو العربة بالكامل، تتفرجوا عليها في بقية الفيديو، وهرجع لكم برضو تاني.
عندنا هنا بقى كرسي ما بيملش زي زمان على الراكب اللي ورا، لا، الكرسي بيتحرك في مكانه، يعني فوق وتحت، بحيث ان انت يديك برضو انسيابية في القعدة لو حابب تميل الكرسي شوية فما بيضايقش اللي وراك. هنا احنا وصلنا لمحطة قطار القاهرة. فوق هنا في مطعم وكافيه للي حابب ياكل او يشرب حاجة او ينتظر ميعاد القطر يعني. تصميم برضو بتاع محطة القاهرة جميل جدا. سيبكم برضو تكملوا الفيديو وارجع لكم تاني. في ما بين برضو العربات بتاعت الدرجة الأولى والتانية في عربة البوفيه، وفي برضو مكان يعتبر جديد على قطارات السكة الحديد. ده مكان لإخواتنا ذوي الهمم، دي كانت حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. وفي كراسي للمرافقين بتوعهم، يعني دي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده في قطارات السكة الحديد. بصراحة دي حاجة برضو ممتازة. ده الحمام برضو ده واسع نسبيا عشان اخواتنا ذوي الهمم لو معاهم الكرسي هيخش الحمام او كده، فيقدر يخش بالكرسي بتاعه. ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده في قطارات السكة الحديد في مصر. ده تطور ملحوظ للاهتمام باخواتنا ذوي الهمم وما نحسسهمش بأي نقص في أي حاجة. برضو هسيبكم تكملوا الجولة وارجع لكم من تاني. هنا عندنا كراسي الدرجة التانية. الدرجة التانية هنا برضو في فيشتين للي حابب برضو يشحن او حابب يوصل لابتوب، في مكان لليو اس بي. كراسي الدرجة التانية هنا قماش، الدرجة الأولى كانت جلد. هنا مش موجود الشاشات اللي موجودة في كل مخدع لكل كرسي زي الدرجة الأولى. يعني الفرق دلوقتي ما بين الدرجة الأولى والدرجة التانية، هنا قماش هناك جلد. هنا مفيش شاشات وسطية في المخدع، هناك في شاشات. بس هو ده الفرق يعتبر اللي ما بين الدرجة الأولى والدرجة التانية، غير كده مفيش أي فرق تاني. في برضو وجبات متاحة على القطر. يعني احنا دلوقتي في رحلة العودة من القاهرة للإسكندرية، ففي عندنا وجبات يعني متاحة. هبقى احط برضو المنيو بتاعها. هنا في ازازة مية، وحدة كنز، طحينة، قطعة حلو هريسة،
هنا ده وجبة من الوجبات، كانت بطاطس وفراخ ورز وقطعتين خبز. يعني كانت برضو بتيجي لك يعني وجبة ساخنة بصراحة، حاجة ممتازة يعني. بس ودي كانت يعني نهاية رحلتنا، واسيبكم برضو تكملوا بقية الفيديو وبقية الجولة.
احنا هنا كده وصلنا لمحطة مصر في اسكندرية. طبعا محطة بعد التطوير الأخير بقت حاجة تانية، نظافة واهتمام، يعني بقت حاجة ممتازة بصراحة. حابب برضه أنبهكوا لحاجة، تذكرة القطر ما ترميهاش أو ما تهملهاش، مش للتلجو بس، لأي قطر أنت هتستقله دلوقتي داخل محطات السكك الحديد. دلوقتي بقى فيه بوابات إلكترونية، مش هتقدر تخرج من البوابة إلا لو معاك التذكرة، هي دي اللي هتفتح لك البوابة، غير كده هتضطر ان انت تدفع غرامة. فدي حاجة كنت حابب انبهكوا ليها، ان انت لازم تحتفظ بالتذكرة لنهاية الرحلة والخروج من المحطة. هنا زي ما احنا شايفين فرد الامن بيقفل البيبان بتاعة القطر بعد نزول الركاب، وفرد الامن ده بيبقى موجود داخل القطر في طول الرحلة، موجودين كذا فرد امن في طول الرحلة لضبط النظام في القطر. لو حصل اي حاجة او اي طارئ، في افراد امن موجودة وفي عمال نظافة موجودين. وزي ما احنا شايفين هوريكم البوابات احنا وخارجين اهي. البوابة ما بتفتحش الا لازم تحط التذكرة عشان تقدر تخرج من البوابة. تمام، يعني اهي لازم تحط التذكرة عشان تقدر تعدي، غير كده هيعتبرك ان انت معكش تذكرة وهتدفع غرامة. تمام، فدي حاجة ونقطة كنت حابب انبهكوا ليها. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وريفيو جديد لأماكن جديدة، وتصحبكم بالسلام.